مرحبا أصدقائي الأطفال في برنامجكم براعم وفي حلقة جديدة من هذا البرنامج. أينما كنتم السلام عليكم. معنا اليوم صديقنا محمد. مرحبا يا محمد. مرحبا. ومعنا صديقنا المميز منجوس. مرحبا يا منجوس. مرحبا يا أصدقاء. كيف حالكم اليوم؟ الحمد لله بخير الحمد لله. وأنتم يا أصدقائي الأطفال كيف حالكم اليوم؟ هل أنتم بخير؟ إن شاء الله تكونون بخير وبصحة وفي عافية. ولكن صديقنا لقصتنا لهذا اليوم لا أظنه سيكون بخير. ما رأيكم؟ هل تدرون ماذا سوف نتحدث اليوم في قصتنا في فقرتنا المميزة التي نحبها؟ نعم. ماذا؟ إنها الجسارة والشجاعة. صحيح، سوف نتحدث عن هذا، ولكن هل تدرون من سوف يكون شخصيتنا لهذا اليوم وبطلنا لهذه القصة؟ دعونا نستمع مع فقرتنا قصة معا. كان يا مكان في سالف العصر والأوان في أحد القرى الجميلة جدا والكبيرة جدا توجد هناك غابة فيها بحيرة رائعة. في تلك البحيرة يعيش بجوارها الكثير من الحيوانات، يعيش فيها القطط والكلاب والطيور والقردة والأسود والأرانب والغزلان، وكلها هناك تشرب من تلك النهر، وأيضا تعيش فيها العديد من الطيور. في أحد الأيام كانت هناك بطة سوف يفقس صغارها، انتظرتهم من مدة طويلة، وحان الآن ميعاد فقس الصغار ليخرجوا من تلك البيض ثم يذهبوا ويكبرون مع والدتهم. انتظرت الأم، بدأت البيضة الأولى تفقس، خرجت البطة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، ثم انتظرت بيضة أخرى، لكن لم تكن تشبه بقية البيض، كانت كبيرة بعض الشيء، وانتظرتها قليلا أكثر، فإذ بها تفقس مع بقية الصغار، لكنها لم تكن تشبه إخوتها أبدا. بقية الصغار كانوا صفرا صغيرين جميلين كتكيت، إلا تلك البيضة كانت لونها أسود ولون منقارها بني، كانت مختلفة تماما عن بقية الصغار. صدموا، البقية صفر وهي غيرهم، كبيرة عنهم مختلفة عنهم، فكانوا الأطفال أو صغار البط يضحكون عنها لأنها مختلفة، لأنها لا تشبههم. فحينها انزعجت الصغيرة جدا، لماذا إخوتها الصغار يضحكون منها؟ ولماذا إخوتها الصغار لا يحبون اللعب معها؟ كانت تسأل نفسها دائما هكذا، وتخبر والدتها بأنها منزعجة لأن إخوتها دائما ما يضحكون عنها ولا يلعبون معها. تحاول أمها دائما مواساتها، لكن هيهات. ذهبت وكانت تسأل أيضا بقية الحيوانات فيضحكون عنها ويخبرونها أنها لا تشبه إخوتها. تمرت الأيام وبقيت البطة حزينة، والجميع يلقبها بأنها بطة قبيحة، ولكنها كانت تؤمن بأنها سوف يأتي يوم ويعرفون قيمتها إخوتها، لكن إخوتها لم يعرفوا تلك الأثناء. كبرت البطة مع إخوتها، مرت الأيام وكثر التنمر وكثر السب والشتم والضحك على أختهم الكبيرة المختلفة عنهم، فانزعجت جدا في أحد الأيام وتركتهم ورحلت بعيدا. مرت الأشهر والأيام والأسابيع سريعا، كبرت تلك البطة واختلفت تماما عما كانت، صارت ذات ريش مختلف أبيض كبير، وصارت مثل الإوز الأبيض الجميل الكبير، لم تكن أبدا مثلهم. فعادت إليهم، الجميع لم يعرفها، احتاروا، بقي إخوتها صغارا صفرا اللون لكنها اختلفت تماما. فحينما لم يعرفوها حاولوا أن يتحدثوا معها ويقولون لها أنها جميلة وأنها رائعة، فأخبرتهم أنها نفسها البطة التي كنتم تسمونها بالبطة القبيحة، وأيضا هي نفسها البطة التي كنتم تضحكون ولا تحبون اللعب معها. انصدم إخوتها كثيرا، وانصدمت أمها كثيرا،
اختلفت البطة وصارت أجمل بكثير، وصارت لديها ثقة بنفسها أكبر، ولم تعد تذهب إليهم، وذهبت إلى سربها إلى البط الآخر، لأنها لم تكن في الأساس أختهم، بل بالمصادفة تدحرجت بيضتها من عشها إلى عش البطة الأخرى. توتة توتة خلصت الحدوتة. كيف؟ إنها جميلة. عجبتكم؟ نعم بالتأكيد. وماذا استفدنا من قصتنا لهذا اليوم؟ يا ترى؟ إنه لازم حتى لو ما يكون أخوك، أو حتى ما يكون أخوك الصغير، لازم تحترمه. صحيح، أحسنت يا محمد. حتى لو أنت كمان كنت أبيض أو هو كان أسود، يعني لازم ما تقول إنه هذا أسود بعدين تضحك عليه وتشتمه، لا. صحيح، الاختلاف ليس ضررا، بالعكس الاختلاف شيء جميل، أليس كذلك؟ نعم. لا نكون مثل البط الأصفر الصغير هذا الذي كان يضحك، أليس كذلك؟ نعم. أحسنت. ماذا عنك يا منجوس؟ نعم. التنمر شيء غير جيد. صحيح، حينما نسخر من أصدقائنا الأطفال وحينما نضحك عنهم هذا ليس تصرفا جيدا، أليس كذلك؟ نعم صحيح بالتأكيد. وماذا أيضا علينا أن نفعل حينما يتنمرون عنا؟ هل تدرون ماذا سوف نفعل؟ نعم. ماذا نفعل يا محمد؟ لازم تدافع عن نفسك. أحسن. وما تخاف. حتى لو جالك مثلا حتى لو واحد ضربك، لازم أنت كمان ترجع له الضربة. حينما يضربنا لا نحاول أن نجعل الأمر يذهب إلى العنف ونعيد له بضرب. يعني أول شيء لو ضربك 3 مرات علينا أن نخبر الكبار. نعم. بأن هناك من يتنمر علينا وهناك من يؤذينا، ثم نذهب ماذا نفعل؟ نخبرهم ونحاول أن نصلح الوضع بأن نقول لهم بأن هذا تصرف خاطئ وقد أزعجنا تصرفهم، وسوف يحل الكبير هذه المشكلة. بماذا؟ على الذي تنمر وضرب أن يعتذر عن تصرفه وأن لا يكررها مرة أخرى، أليس كذلك؟ نعم. أحسنت يا محمد. وهذا ما نفعله يا منجوس، أليس كذلك؟ نعم بالتأكيد. بالتأكيد. لا أنا ضد الضرب بالضرب. صحيح. ولكن نحدث الذي هو أكبر منا. صحيح، أحسنت يا منجوس. منجوس، في رأيك هل تعرضت لتنمر أحد الأيام؟ نعم. في مرة من المرات كنت في المدرسة وكان يضحك علي الأطفال لأنني لم أكن جيدا في الدراسة. فماذا فعلت؟ ذهبت إلى المنزل واجتهدت وأحرزت درجة عالية. أحسنت يا منجوس، برافو، والله تصرف جميل منك يا منجوس، أنه ذهب ودرس واجتهد، والله برافو، أحسنت يا منجوس. وهكذا يجب أن نكون ضد كل من يتنمر علينا، أن نثبت لهم بأننا متميزين ورائعين، أو نثبت لأنفسنا أولا ثم نريهم بعلاماتنا المرتفعة وأيضا ذكاءنا واجتهادنا، أليس كذلك؟ أكيد أكيد بالتأكيد صحيح. أحسنت. ماذا عنك يا محمد؟ الحين كنت مرة أنا كنت قاعد ألعب مع أصحابي. الحين أنا يوم كنت ألعب ما كويس، يعني كل مرة ما أقدر أشوت هاي الجول. الحين أصحابي دائما كانوا يصرخوا لي، قاعد يقولون يا أخي ليش ما تلعب زي الناس يا أخي، طفشت أنا. بعدين كنت برا، أنا الحين تعبت، يعني كذا كم أيام ما طلعت برا. الحين أول ما طلعت كلهم قالوا راح تلعب معانا، قلت لهم إيوه. بعدين أول ما لعبت معاهم قاعد يقولون هذا كيف يلعب. الحين هم كانوا يقولون من جوتهم إنه هذا زمان كان يلعب يعني مرة ما كويس، الحين كيف قدر يلعب يعني أحسن مننا. جميل. وبعدين لما صرت تلعب أحسن منهم شو صار؟ قالوا نحن آسفين عشان اتنمرنا عليك، عاد تسامحنا. صرت تلعب معهم مرة نعم. أخرى. تشجرون من أي فريق تنضم إليهم، أليس كذلك؟ نعم. أحسنت يا محمد. رأيتم هذه القصة أيضا قصة محمد وأصدقائه حينما تنمروا عليه في لعب كرة القدم، أليس كذلك؟ نعم. لذلك لا يجب علينا أن نتنمر على أحد من أصدقائنا، علينا أن نستمع إلى الجميع ونحب الجميع وحتى اختلافاتهم
ففي اختلافهم جمال، أليس كذلك جميعا؟ نعم. هل تتفقون معي في هذا؟ ماذا عنكم يا أصدقائي الأطفال؟ هل تتفقون في هذا؟ هل أحد منكم تعرض إلى التنمر في يوم من الأيام؟ كيف كان تصرفه؟ أخبرونا في رقم الواتساب. حسناً، نريد أن نستمع إلى قصصكم أيضاً، وإياكم أن تكونوا أنتم تتنمرون على أصدقائكم، فهذا تصرف خاطئ ليس جيداً، ليس كذلك؟ نعم. جميل. إلى أين سوف نذهب الآن؟ في أي فقرة سوف نكون؟ هل تدرون؟ هل يمكن أن نخبر أصدقائنا بأي فقرة سوف نذهب؟ نعم يا أنا أجاوب. نعم يا منجوس. هل هي التجربة؟ تجربة صحيح، ولكن بعد ماذا؟ بعد فاصل قصير. حسناً، إلى اللقاء، لكن ابقوا معنا فاصل وسوف نواصل معكم يا أصدقائي. مرحبا أيها الأصدقاء، لقد عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير. صديقتنا نورا، ما هي التجربة؟ حسناً، لدينا شيء جميل جداً سوف نعمله معاً. نحن هنا في الاستوديو وأنتم أيضاً في بيوتكم، ولكن بشرط أن يكون معكم أحد الكبار في هذه التجربة المميزة. هيا بنا لنتعلم معاً. والآن سوف نبدأ بتجربتنا المميزة التي لطالما انتظرتموها. هذه التجربة جدا بسيطة وجدا سهلة، ويمكنكم القيام بها بمفردكم، وهي متواجدة في البيت. أحتاج إلى أوراق رسم فاضية فارغة، أحتاج إلى مسطرة، إلى قلم، وكوب من الماء، فقط هذا ما نحتاجه. سوف نكتشف شيئا ما عجيبا وغريبا خلال هذه التجربة، فيا ترى ماذا سوف نكتشف؟ هيا بنا لنجرب هذه المرة. الجميع يأخذ ورقة وقلم ومسطرة لنبدأ نرسم بعضا من الأسهم، سهما يتجه إلى اليمين وسهما يتجه إلى اليسار. حسناً، نبدأ الرسم، ثم سوف نقوم بالتجربة ونكتشف ماذا حصل. أوكي، نبدأ هنا هكذا نرسم سهما. نحاول أن نرسم سهما، الجميع يرى بهذه الطريقة. وهكذا رسمنا أول سهم. سوف نرسم السهم بالاتجاه المعاكس. وبهذه الطريقة رسمنا أيضا سهمين، سهم هكذا، سهم باتجاه المعاكس. حسنا، سوف نذهب ونشاهد معا كيف يمكن لهذه الأسهم أن تتغير. نطوي بعض القليل من الورقة هكذا كي يناسب مع مستوى الكوب. حينما نبدأ نضع، انظروا إلى الكوب الماء، حينما نضعه هنا انظروا إلى السهم الذي كان يتجه بهذه الطريقة، الكاميرا انظروا كيف صار يتجه، وهكذا، ولكن هو الآن يتجه باتجاه معاكس. لو كان لدينا كوب أكبر لكن رأينا السهمين باتجاهين مختلفين. رأيتم؟ انظروا إلى السهم هكذا يتجه، ولكن حين نضعه في الماء يتغير اتجاهه. انظروا إلى السهم الثاني الذي هو يتجه بالاتجاه المعاكس، انظروا حينما نضعه على الماء، انظروا كيف يتجه، وانظروا كيف يصبح يتجه. رأيتم؟ ها هو كيف يتجه، ولكنه يتجه في الاتجاه مختلف تماما عن اتجاهه. فيا ترى لماذا حدث هذا الشيء؟ لماذا نحن نرى هكذا السهم في اتجاه مختلف؟ هل تدرون لماذا يا أصدقائي الأطفال صغار شطورين الأمورين؟ هل تدرون ماذا حدث؟ ماذا عنكم يا منجوس ومحمد؟ لا أدري، ولكن شيء جميل
ماذا عنك يا منجوس يا محمد، هل تدري؟ حتى أنا ما أدري. دعوني أخبركم لماذا يحدث هذا الانعكاس للماء. حينما تأتي نظرنا على الكوب والضوء يأتي أيضا على الكوب، يمر من هنا فيذهب إلى الزجاج، ثم عبر الماء، ثم عبر الزجاج إلى الهواء، ثم إلى الصورة مجددا. فبالتالي ينعكس الاتجاه من هنا إلى منظر آخر مختلف تماما عنه. لذلك يحدث هذا الانعكاس بسبب الضوء الذي يدخل فيصبح كأنه هناك مكبر، الماء يعمل كأنه مكبر فيعكس صورة السهم. وهذا ما يحدث أيضا داخل الكاميرا التي نلتقطها، لكن هناك أشياء أخرى تجعل ذلك الانعكاس ينعكس مجددا لنراه بشكل صحيح حينما نشاهدها على التلفزيون أو على الهاتف، أليس كذلك؟ نعم. وهذا أحد الأنظمة التي خلقها الله سبحانه وتعالى في كونه الكبير. فسبحان الله، سبحان الله، سبحان الله على خلقه. إذا بعدما شاهدنا هذه التجربة البسيطة جدا كيف ينعكس الضوء على الماء وعلى الكوب الزجاجي أيضا، ونشاهد انعكاسا مختلفا لرسمة السهم، دعونا نذهب إلى فقرتنا القادمة. فمن هو مستعد للتحدي؟ أنا. من أيضا؟ أنا مستعد. ماذا عنكم؟ هل أنتم مستعدون للتحدي أيضا يا أصدقائي الأطفال الصغار؟ هل أنتم مستعدون؟ الجميع مستعد؟ نعم. قولوا نعم بصوت عالي. نعم. نعم. هيا بنا. بدأنا في فقرة لنتحدى معا. هذه الفقرة سوف نرى من هو الأذكى والأشطر والشطور منكم أنتم أيضا، من يعرف أكبر عدد من الإجابات. حسنا، هل أنتم مستعدون؟ نعم. مستعدون أنتم أيضا يا أصدقائي الأطفال من خلف الشاشة؟ الجميع مستعد للمسابقة وللتحدي؟ هيا بنا مع أول سؤال يقول: ما هو أو من هو أكبر حيوان في العالم بأكمله؟ حسن يا محمد. إنه الفيل. لا، الزرافة. عندك 3 محاولات. المحاولة الثالثة. يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى. الزرافة. ليست الزرافة وليس الفيل. ديناصور قد انقرض، ميت قصدي، هو الموجود الآن حي، ليس الديناصور. إن كان الديناصور حيا كانت إجابتك صحيحة ممكن. خسرت يا محمد مع الأسف الشديد. ماذا عنك يا منجوس؟ هل تعرف ما هو أكبر حيوان في العالم؟ هل هو وحيد القرن؟ ليس هو مع الأسف. حسنا. سوف أفكر. لديك محاولتين بقيت فقط. هل هو الحوت؟ ما هو لونه؟ الحوت الأزرق. أحسنت، برافو يا منجوس، قد جاب إجابة صحيحة. الإجابة كانت 100% مثل لون ملابسك، أليس كذلك؟ لذلك عرفتها؟ نعم، أنا أحب اللون الأزرق. أحسنت، برافو يا منجوس. الحوت الأزرق هو أكبر حيوان في العالم بأكمله في الوقت الحالي، أليس كذلك؟ صحيح. نذهب إلى السؤال الثاني: ما هو الحيوان الوحيد الذي لا يمكنه القفز؟ كل الحيوانات تقفز، الكنغر يقفز، بقية الحيوانات كثيرة تقفز مثل القط، الكلاب، الحصان، ولكن هناك حيوان واحد لا يمكنه القفز أبدا. ما هو هذا الحيوان؟ هل يمكنكم تعرفوا؟ من سوف يجيب أول؟ من سيرفع يده ويجيب؟ أنا. حسنا يا منجوس. هل هو الثعبان؟ لا، الثعبان يمكنه أن يقفز. ماذا عنك يا محمد؟ هل عرفتم؟ هل عرفت؟ هل أسهل لك قليلا يا محمد؟ طيب. أحد الحيوانات سأحاول أن أسمع. أحد الحيوانات التي ذكرتها سابقا في الإجابة الأولى وكانت خطيرة. لحظة. سمك؟ لا، لم تذكر السمك أنت. لم أسمع الإجابة. يحاول أن يستمع
حاول أن يسمع منجوس. يا إلهي، يا ترى هل سيمكن لمنجوس أن يعرف الإجابة قبل محمد؟ وحيوان ذكرته أنت في أحد أجوبتك. تذكر ماذا قلت، تذكر ماذا أجبت. فيل. صحيح، برافو، أحسنت يا محمد. إنه الفيل. الفيل هو الحيوان الوحيد الذي لا يمكنه أن يقفز. صرتم تعادل الآن، واحد لمنجوس وواحد لمحمد. فيا ترى من سوف يفوز؟ لن تفوز علي. لا، أنا راح أفوز عليك. سنرى ذلك. سنرى. ما هو الشيء الذي يسمع ويتكلم بلا أذن ولا فم أو لسان؟ من هو؟ إنسان ولا حيوان؟ هو شيء. ما هو الشيء؟ هو شيء ما. من سوف يجيب أولا؟ من سوف يرفع يده أولا روبوت؟ ويفوز؟ لا، ليس الروبوت. من سوف يفوز؟ من يا ترى؟ عرفتم الجواب يا أصدقائي الأطفال المميزين الشاطرين من خلف الشاشة؟ متأكدة بأنكم تعرفون الجواب لأنكم ترونه الآن بأعينكم. فيا ترى هل عرفتم الجواب؟ من عرف الجواب؟ ليس الببغاء، هو شيء، ليس حيوانا أو ليس كائنا حي، هو شيء. إن منجوس يرفع في يده؟ لا، إنني أفكر. أوكي. يا ترى ما هو؟ هل عرفت؟ هل هو الهاتف؟ ليس الهاتف. قريب بعض الشيء. هل هو اللابتوب؟ لابتوب؟ ليس اللابتوب. ليس صعبا، إنه سهل. أصدقائي الأطفال يعرفونه جيدا، أنا متأكدة. هل عرفتموه؟ هل عرفتم الجواب؟ أحسنتم، متأكدة أنكم كنتم ستعرفونه. ماذا عنكم؟ هل عرفتم الجواب يا منجوس؟ يا محمد؟ سوف أعد ل5 وسوف أنهي الجواب إذا لم يعرفوه. 1 2 3 عدوا معي يلا. 4 5 تنتتا. مع الأسف الشديد لم يعرفوا الجواب. الجواب هو التلفزيون. إنه ليس كذلك؟ نعم صحيح، إنه التلفزيون شيء الذي يسمع ويتكلم بلا أذن ولا لسان. صحيح. نعم. أصلا هو يسمع. نعم. والذي نحن مثلا نستطيع أن نستمع إليه ونشاهد منه الكثير من الأشياء هو التلفزيون الذي أمامكم وأمام الأطفال. التلفزيون الذي يمكننا نراه، ليس كذلك؟ لا بأس. حسنا، نذهب إلى الشيء أو السؤال الثالث. ما هو الشيء الذي يمشي ويقف ولا يوجد عنده أرجل؟ يلا. ما هو الشيء الذي يمشي ويقف ولا يوجد عنده أرجل؟ يلا، هذه سيكون جواب سريع لكي نفصل من سوف يفوز. بسرعة. وهو الشيء الذي يمشي ويقف ولا يوجد. لا، يمشي ويقف لا يوجد لديه أرجل. 1 2 يلا منجوس. هل هي السيارة؟ لا. 3 4 5 الجواب هو عقارب الساعة. تمشي. إنه سؤال مخادع. عقارب الساعة في الساعة التي تمشي تك 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 تك، ليس فيها عقارب تتحرك، بالتالي هي تمشي بدون أرجل. توتة خلصت الحتوتة وخلصت معنا حلقتنا لهذا اليوم. للأسف الشديد لم يفز أحد من منجوس ولا محمد في هذه المسابقة، وأكيد هناك أحد الأطفال فاز وأجاب كل الأسئلة خلف الشاشة. تيقني بذلك، أنتم رائعين وكذلك محمد ومنجوس رائعين. نلتقي وإياكم في الحلقة القادمة. إلى اللقاء أصدقائي. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء يا أصدقاء.